مساء الخير. النهاردة هنتعلم الكشري الاسكندراني اللي هو كشري عدس اصفر. المقادير بتاعته: كوبايتين ونص رز، 450 جرام، ده رز مصري اللي هو قصير الحب الابيض. معاهم كوباية عدس اصفر، دول 200 جرام. بصل، دول 2 بصلة كبيرة، حوالي ربع كيلو بصل متقطع صغير كده. مية، بالنسبة لل3 كوبايات دول هحتاج 4 كوبايات الا ربع مية. وملح حسب الرغبة، وفلفل اسود دي نص معلقة صغيرة، وقالب مرقة خضار، ومستكة حوالي حبايتين كبار او 3-4 حبات صغيرين، وربع كوباية زيت. تعالوا نشوف ازاي هنبتدي. اول حاجة هعملها هحط المية كلها معاها المرقة وشوية ملح، مش كتير لان المرقة فيها ملح. ما اعملش فيها اي حاجة دلوقتي لحد ما اخلص تجهيز الرز كله. اغليها قبل ما احطها على الرز عشان يستوي. قبل ما ابتدي اجهز البصل هغسل الرز مع العدس. في بعض انواع من العدس بتاخد سوا اكتر، فانا بالنسبه لي هنا الاتنين بيستووا مع بعض. ممكن انقع العدس شويه الاول. هبتدي الاول احط الزيت واولع النار، واحط المستكه الاول لحد ما تسيح في الزيت، لان المستكه لو حطيتها مع الميه مش هتدوب، فاطمن الاول انها ساحت في الزيت. احاول احركها كده من غير ما احط المعلقه عليها عشان المستكه ما تلزقش في المعلقه. هي كده دابت خالص. احط البصل على طول، احط شويه ملح صغيرين عشان اللون يتجانس وتدبل بسرعه. هو كده البصل اتحمر. في الوقت ده هحط الرز مع العدس وهدي النار خالص واقعد اشوحه لحد ما يفرفر معايا. في الوقت ده اولع على ميه الكشري عشان يبقى الاتنين سخنين في نفس الوقت. احط الفلفل الاسود، اقعد طول الوقت اقلبه عشان ما يتحرقش مني. من ضمن الحاجات المهمه عشان الرز ما يعجنش مني ان انا اشوح الرز لحد ما يفرفر والميه نفسها تكون بتغلي، يعني الاتنين سخنين في نفس الوقت. زائد ما هدي النار بستخدم شبكه بحطها تحت الحله. هو كده الكشري اتشوح والميه غليت. هصبها على طول، بس اخلي بالي اعلي النار. بالنسبة للمية عشان ما يعجنش مني 2 سنتي فوق الرز، يعني ممكن بالمعلقة اشوف الملح بتاعه. هدي النار على متوسط عشان ما يتحرقش مني. بعمل حاجة، احط الشبكة فوق النار حتى لو نار غاز، وعلى نار متوسطة احط الكشري عشان النار هادية بيغلي بسيط كده. اغطيه واسيبه يستوي براحته. زي ما احنا شايفين الكشري استوى واتشرب. قبل ما اقفل بحاجة بسيطة بصيت عليها لقيتها عايزة شوية مية، فغليت شوية مية صغيرين اقل من ربع كوباية ورشيتهم عليها. زي ما احنا شايفين الشكل النهائي ليه. بيتقدم مع سلطة خضراء او اي نوع من المخللات، ممكن بدنجان مخلل مثلا. حاولوا تجربوه وان شاء الله يعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.